يا صباح الفل على عيونكم الحلوين حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشوني كتير من الفيديو اللي فات. اولا يا جماعه، انا بليت القمر الدين ده. انا كنت جبت قمر الدين يعني، واخدت نص اللفه وحطيتها في ميه من بالليل. طبعا انا ما صورتهاش. ده سوداني يا جماعه ني. انا جايباه من فتح الله، الكيلو ب100 جنيه. انا جبت بره بيتباع ب90، بس انا حبيت من فتح الله افضل. هتسالوني ليه؟ ايه؟ عشان التراب والايدين اللي بتمسك وحاجات زي كده. تمام. فانا جبته وحمصته. انا ده كان لسه ني. بصوا بقى دلوقتي انا حمصته كده. ده شكله يا جماعه متحمص. تمام. بعد ما اتحمص بصوا بيغمق كده شويه، مش قوي. طبعا ما نغمقهوش قوي. بصوا انا قشرته اهو، كان لسه سخن. فما كانت لسه السودان القشره كانت ماسكه فيه. تمام. بس هو ايه ده بعد ما اتحمص يعني. تمام. نجيبوه نحمصوه ونقشروه. وبعد كده نطحنوه ونعمله بيه ايه؟ حباش بقى للكنافه والقطايف والبقلاوه يا جمالك بقى، دي ماما يا جماعه اللي بتعمل. طبعا جابت ايه؟ جبنه الكنافه. حطينا عليها ده نصها، حطينا عليها شوية سمنة كده سايحة زي ما انتوا شايفين. تمام. والصينية حطينا فيها شوية كده عشان ما تلزقش منينا. حلوة منينا دي، حلوة والله، حلوة. انا اي حاجة بقولها حلوة طبعا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. دهنا السمنة على الصينية بتاعتنا. يا لعبك يا حركاتك يا شيف ماما. ايوه بقى، ايوه. طبعا بقى لازم بقى ايه؟ نشرب الكنافة بقى السمنة كويس قوي. تمام. طبعا يوم رمضان بيبقى حلو بعصيره بكنافته بقى بقطايفه بقلاوته. زي ما انتوا، زي ما في ناس بتعمل بلح الشام وزلابية. اي حاجة حلوة يعني. تمام. هو كده لازم نشرب العصير، لازم ناكل الاكل، لازم نحلي بعديها. هو روتين كده عند المصريين كلها. معرفش ايه الميزة يعني. ما ينفعش افطار رمضان من غير عصير، سواء بقى صوبيا، خروب، قمر الدين، بتاع ده، تمر هندي، اي عصير يعني. فينا طبعا ناس بتعمل بسم الله الرحمن الرحيم جوافة، برتقان، طبعا بقى ده بعد كده يعني. تمام. اللي موجود بيتشرب فراولة. ايوه معلش، في ناس بتبقى مفرزة كمان من الصيف مانجا. بس احنا للاسف ما لحقناش نفرز المانجا. ان شاء الله السنة الجاية يا رب يعني ايه نلحق نفرز المانجا. تمام. بصوا بقى ده الحباش بقى، بس ماما لخبطته للاسف قبل ما اوريهولكوا. ده كان سوداني وزبيب وجوز هند وشويه سكر صغيرين مطحونين. احنا بنحبه كده علشان ايه؟ علشان يعني بيديه طعم يعني. زي ما انتوا شايفين بقى كده ايه احنا ما بنحبش نطحنها. في ناس بسم الله الرحمن الرحيم بتاع ده بتجمدها يعني، بتفرزها جامد قوي في الفريزر. وبعد كده بتقدر بقى ايه؟ تطحنها بقى بايديها او بالمطحنه الكبه، او بتقعد تقصقصها بالمقص. لا احنا بنحبها كده يعني، بتحبها لما بنيجي نقطعها كده تبقى ماسكه كده في بعضها كده. عارفين؟ عارف كنافه الشعر؟ هي كنافه الشعر بالظبط كده. تمام. هنحط بقى اول طبقه يا جماعه. بصوا ماسكه في بعضها ازاي. سيبي يا بنتي، يا بنتي سيبي اختك مش عايزه تسيبها. تمام. نخلي بقى اي حته مكشوفه كده نغطيها كلها كده بالكنافه. كنافه كنافه يا كنافه، احلى كنافه يا جماعه، احلى كنافه اقسم بالله العظيم. دي الكنافه بقى ايه؟ القديمه بقى اللي هي ايه؟ بطريقه الاجداد بقى، ولا كان في تفريز ولا كان في اطحانها ولا لا 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 لا. دي يا جماعه اللي كانت ستي بتعملها وكانت امي بتعملها. وكانت ستي وام ستي. عايز معلش ما حدش يزعل يا جماعه، الجدود كلهم ممكن يطلعوا لي دلوقتي يزعلوا. تمام. حطيناها وكبسناها كويس قوي زي ما انتم شايفين. وبعد كده حطينا الخلطه الرهيبه بتاعتنا. تمام. طبعا اللي مش حابب جوز الهند ما يحطش، اللي مش حابب السوداني ما يحطش. دي السوداني يا جماعه ده نص ضربه كده. تمام. نص ضربه. بصي ماما بتفضي النص التاني وهنحط عليه سمنه تاني وهنشربوه تاني عشان نعمل ايه؟ التغليفه بقى. التغليفه بقى اللي فوق الوش. انا قلبت لكم الصوره. تمام. هنحط بقى الطبقة التانية اهي. طبعا بعد ما شربناها سمنة برضو. هي الحاجات دي كلها يا جماعة عايزة اقول لكم ان هي خدت نص كيلو سمنة. نص كيلو سمنة. هي الحلويات الشرقية كده خصوصا المصرية تحب السمنة. كانت تبقى بصوا منغنغة كده زي ما بيقولوا، منغنغة في السمنة بتاعتها. يا لعبك يا شيف يا ماما. ايوه بقى. ايوه. عايزاكم كلكم تقولوا لي في الكومنتات التسجيل
على الفيديو احلى، ولا ان اطلع انا ارغي معاكم كده احلى؟ انا قلت بقى عشان ايه ما فوتش بقى اي حاجه وافضل ارغي 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 ارغي. حبايبي انا بحب ارغي معاكم، انا بحب ارغي. بصوا ماما بتغطي اي حته ايه باين منها الحشو. ليه بقى؟ ليه بقى؟ قولوا لي انتوا جيتوا في لعبتي بقى ليه بقى؟ عشان ما تتحرقش في الفرن يا جماعه. لما زبيبايه ولا سودانيه تتحرق في الفرن من النار، دي ايدي دي، تتحرق في النار هتمرر كده يا تعملوا كده، واخدين بالكم؟ تلاقي بقى جوزك بقى ايه بيصوت وبيصرخ ومتكهرب كده في قلب الارض، اعرفي ان هو جت حته سودانيه ولا زبيبيه اتحرقت تحت ضرس. طب وعلى ايه؟ ونقعدوا بقى نتكلموا ونعيدوا ونزيتوا. طب وليه؟ اهو. كبسي يا ماما كبسي حلو، ايوه اكبسي. سقيتها بقى شويه سمنه كده من فوق وشها تحمر كده، تحمحر كده. ايوه. عايزه اقول لكم حاجه برضو، الناس اللي بتحمرها بسكر وبتاع، بصوا بقى بدل ما طلعت بتبقى ناشفه قوي ما بحبهاش. بصوا بقى، يا سلام يا سلام على اللون، يا سلام يا لعبك يا ماما. ده العسل يا جماعه، او الشربات او القطر، انا بحبه معقول، ولا تقيل ولا خفيف. تمام. هنشربها كلها بقى كده بالعسل. عسل يا عسل، بيحط عسل واللي هياكله عسل. يا لهوي على التلبيك النهارده. ايوه. بصوا بقى، ايوه بصوا بقى، بنغرقها كلها عسل كده. وعادي يا جماعه طبعا الكنافه سخنه العسل بارد، بتحطوش الاتنين سخنين مع بعض علشان ما تعجنش منكم. ماشي. بصوا بقى يا جماعه، هنا بقى ايه الوجبه التانية، الوجبه الاخرى. احنا خلاص من الكنافه، خلاص اركن بقى على جنب. دي بصله وشويه فلفل وحبه طماطم وحبه ملح، بس فقط لا غير. تمام. هي دي تتبيله الفراخ بتاعتنا النهارده، هي دي ايوه بقى يا عيني، هي دي الفراخ الاوريجينال. بس الصلصه بقى بس معلقتين كده صلصه بس كده ايه، يعملوا لنا ايه حباش. ايوه بقى، وادعك ادعك 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 ادعك. يا سيدي يا سيدي، انا اليوم ده بصوا شقيت ماما بصراحه. ايوه بقى، بصوا الفراخ بقى، يا سلام. طبعا الفراخ دي يا جماعه مغسوله كويس جدا. الله عليك يا ماما، يا سلام بقى لما بتروحي تجيبي لنا كده فراخ. يا سلام على الوراك دي، ديناصور، دي وراك ديناصور. ده الورك التاني. الله 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 يا سيدي، يا سيدي. شايفين بقى الطماطم بقى دي يا جماعه، نحط بقى شويه ميه كده ونحطوها على النار تستوي. دي بقى ايه بقى؟ تعالوا لي بقى. دي الميه دي بقى هنحط فيها ايه؟ بصوا ماما بتخرط فيها البصلايه، وبعد كده نسيب البصلايه تغلي شويه بشويه ملح وفلفل. تمام. ونحطه ايه بعد كده؟ القلقاس. تمام. يا جماعه احنا بنحب نعمل القلقاس الفاتح، ما بنحبش نعمل القلقاس الغامق. فطبعا احنا مفرزين قلقاس ومفرزين الخضره بتاعته اللي هي السلق. في السلق بتاعنا يا جماعه مسلوق، احنا بنحب السلق المسلوق، ما بنحبش السلق المتحمر. تمام. دي الفراخ ماما بتوريها لكم، طبعا حاطين فيها شويه ميه صغننين، وبنسويها طبعا على النار شويه قبل ما ندخلها ايه نديها وش في الفرن. دي مكعبين مرقه ماما بتوريهولكوا، طبعا حاطين زي ما قلت لكم البصله بتستوي في ميه. طبعا في ناس بتحب تعملها مثلا فراخ شوربه بط، في شوربه فراخ، براحتكم. احنا بنحب نعملها كده. طبعا بما ان احنا كمان عاملين فراخ صينيه فيهاش شوربه، فاحنا حاطينها ماجي. تمام. ادي القلقاس متجمد، فطبعا هنحطه يستوي. طبعا ده بعد ما استوى يا جماعه، ماما ضربت السلق في الخلاط اللي هو المسلوق. تمام. هنحطوه ياخد غلوتين كده مع القلقاس، وبعد كده نخش على التقيل. ايوه التقيل يا بنتي يا يويو، التقليه يا جماعه، التقليه دي يا جماعه كزبره مدقوقه مع توم. تمام. تدقوها في الهون، تدقوه تشي تشي كده. تمام. بعد ما تدقوها بقى تحطوا معلقه سمنه كده حلوه كده. سمنه بقى، اللي ما عندوش يحط سمنه صناعي، اللي ما عندوش يحط زيت، حطوا اي حاجه. تمام. المهم هنقعد بقى نحمر في التقليه. يا سلام. بس هي على فكره التقليه، عايزه اقول لكم برضو هي غلطه، لان كان شويه القلقاس كانوا شويه، فالتقليه كانت كتير فغمقت معانا القلقاس شويه. لكن هي المفروض يعني زي نفس الطريقه، بس كانت التقليه كانت اوفر شويه، افورت ماما شويه في التقليه. بس هي حلوه يعني. يا لعبك يا سيدي. يا جماعه اللي يصدع يا جماعه من كلامي يقول لي انا صدعت. ايوه يقول لي انا رغيت كتير النهارده. عايزه اقول لكم هبقى حاسه باستمتاع رهيب رهيب. انا بحب ارغي، بموت في الرغي.
يا سيدي يا سيدي يا لعبك يا ماما، لازم تغمقي كده ايه، ها، بصوا تشتكي يعني، تخلي تعذب التقلية على النار. بصوا بقى غمقت ازاي. يا سيدي والله انا شم الريحه وانا قاعده بسجل لكم الصوت، انا عايزه اقول لكم ان الاكل اتاكل اصلا. اصلا ده بقى له يومين، الفيديو متاخر معايا. تش الله يا سيدي يا لعبك يا يويو، يا لعبك يا يويو، او يا ام يويو عادي مفيش مشكله، بس انا اللي بصور. التصوير ده انجاز برضو على فكره. الله الله، بصوا بقى الحركة دي، بصوا حركة الرفاعي يا جماعة، والله باكل عند الرفاعي. بصوا بقى ده برتقان، ده القمر الدين، ده الصوص اللي طالع من الفراخ، ده القلقاس. تمام انا بعرف بصوا بقى التقديم يا جماعة، والله بص بقى يا حركاتك يا مامي. جابت بقى ورك الفرخة كده وقدمته بشكل شيك مع الكنافة بتاعتنا. الله يا سيدي علينا يا سيدي. الكنافة دي طبعا انا بحطها لكم بس كده، بس انا بقى بعد ما ناكل بقى بصوا هنهجموا عليها، هنقطعها تقطيع كده. تمام. طبعا قمر الدين يا جماعة لازم يتحلى بشوية سكر، ما ينفعش يتحط كده. يلا باي باي، اشوفوا وشكم بخير، باي.